بسم الله الرحمن الرحيم حبايبنا طلاب الصف الأول إعدادي بكل أنحاء الجمهورية. هنبدأ النهاردة أولى حلقات مراجعة نهائية لمنهج الترم الثاني. المراجعة دي هتكون على 6 حلقات إن شاء الله. نشتغل مذاكرة حلوة قوي، هي مذاكرة مستر محمود الزيادي، هو ملخص فيها كل الأسئلة الموجودة في كتاب التقييمات وكتاب المدرسة. ويلا بينا نبدأ على طول في يونت 7. في يونت 7 عنوانها بيقول reviving the spirit of civilization، هو إنعاش روح الحضارة. Number 1، it's our duty to. duty يعني الواجب، من الواجب علينا نقط our ancient monuments. monuments راجع بقى معايا كلمات monuments اللي هي الايه، الآثار. ancient اللي هي ايه، القديمة. ان احنا نعمل ايه في الآثار القديمة؟ اختار كده، ايوه، preserve. Number 2، the preserved body. طيب خط تحت preserve ونعمل preserved يعني ايه يا شباب؟ يعني المحفوظة، ودي صفة طبعا. الأجسام المحفوظة of ancient kings and queens are called royal ايه؟ أيوة royal mummies، هو المومياوات، من الكلمات المهمة جدا في الوحدة. Number 3، actors اللي هم الممثلين in historical movies always wear traditional يعني تقليدي. الممثلين في الموفيز التاريخية بيلبسوا ايه؟ costumes. Number 4، people can travel from place to another. الناس ممكن يسافروا من مكان لآخر by using different types of vehicles. vehicles يعني المركبات المختلفة. Number 5، the synonym of gather. مرادف أو معنى كلمة gather طبعا هتكون connect. gather يعني يتواصل مع بعض أو يتجمع مع بعض. Number 6، archaeologists are trying to know the old temples. طيب يعني ايه archaeologists يا مس؟ يعني علماء ايه؟ علماء الآثار. بيقول لك هم بيحاولوا trying to aid the old temples. restore recycle repeat retrain. هتكون restore يعني يعيدوا إنشاء the old temples، الحاجات القديمة فيه جددوه. Number 7، the monuments were made of stone، مصنوعة من الحجارة that not for centuries. centuries يا شباب يعني القرون. مالها؟ ذات ايه؟ lost ولا lasted ولا prepared order؟ طبعا هتكون lasted يعني استمرت، اتعملت من الحجارة اللي استمرت ايه؟ قرون عديدة، ما صابهاش حاجة. 8، dead kings and queens، الملوك والملكات اللي هما اتوفوا are not in royal tomb يعني المقابر، وبعدين royal يعني الملكية، المقابر الايه؟ الملكية. or هتكون buried يعني يدفن، اندفنوا في مقابر ملكية. Number 9، يقول لك نقط Egyptian Museum one of the biggest museum in the world، اللي هو ايه بقى؟ Grand Egyptian Museum. Grand Egyptian Museum يعني المتحف المصري الايه؟ الكبير. او هتختار great، هي grand اللي هو الكبير. Number 10، and نقط is a public display يعني معرض عام of objects اللي هو الأشياء، معرض عام للأشياء. or artworks الأعمال الفنية. artworks يعني الأعمال الفنية. exception exercise exertion extension، طبعا exception اللي هو المعرض. في number 11، the new administrative capital is a symbol of national ايه؟ administrative capital يعني العاصمة الإدارية. العاصمة الإيه؟ الإدارية. العاصمة الإدارية بتكون رمز للناشونال إيه؟ national income. Number 12، the world sees the GEM اللي هو Grand Egyptian Museum as the largest museum for a single يعني إيه؟ الوحيدة. single إيه يا شباب؟ تبقى civilization اللي هي الحضارة. civilization يعني حضارة. Number 13، famous museums often have a نقط center, cinema and library. هتكون طبعا conservation مركز الحفاظ على التراث. Number 14، crowds of people. crowds يعني الحشود من الناس. gathered يتجمع in the square اللي هو الميدان to watch the golden أكيد golden parade يعني الموكب الملكي. الموكب الايه؟ الملكي. سكوير يعني الميدان. gather يعني يتجمع. وكراوز اللي هم الحشود او الجمهور.
اوكي، نيجي على number 15. Jeans and sneakers aren't not according to the dress code. according to يعني بالنسبة لي dress code اللي هو مواصفات اليونيفورم بتاع المدرسة، بيكون ايه aren't مش مسموح بيهم aren't allowed. number 16. wedding نقط differ from a country to another. ايه مراسم الاحتفال بالزواج يعني ولا ايه؟ ايوه اكيد هتكون ceremonies wedding ceremonies يعني مراسم احتفال او احتفال الزواج بيكون مختلف من بيئة لبيئة. number 17. بيقولك the history التاريخ culture الثقافة and traditions التقاليد of a country are called its ايه؟ أيوة هيكون its heritage التراث. تمام. في 18 archaeologists اللي لسه قايلة عليها اللي هم علماء الآثار have to protect ancient not carefully ancient heritage بيحافظوا على تراثهم القديم بعناية. number 19. it's expected يعني من المتوقع that the gem will not a big number of artifacts will ايه واحنا كنا واخدين كلمة house يا جماعة as a verb بمعنى يضم. تمام، انما لو هي noun هيبقى معناها منزل زي ما انت عارف. طيب تعالى بقى في number 20. not means people's way of life طريقة حياة الناس culture and achievement طبعا دي هتكون ايه civilization اللي هي الحضارة. في 21 during the parade أثناء الموكب the streets الشوارع were not with proud Egyptians ممتلئ بقى ومليان lined with proud Egyptians بيكون مليان من في طوابير كتيرة جدا من المصريين الفخورين. في 22 the opening of the World Cup in Qatar افتتاح بقى كأس العالم في قطر 2022 was a or an not event طبعا هيكون طبعا انت واخد كلمة جديدة اسمها breathtaking يعني يأخذ الأنفاس احفظوها يا شباب لأنها مهمة جدا. number 23 people write advice blogs to tell other people how to do things in a not and respectful way بطريقة آمنة ومحترمة. احنا هنختار safe ليه بقى؟ تعالى بس عايزة اقول لك حاجة هنا لان انا شفت طلبة كتيرة قدامي بيغلطوا في السؤال ده بالذات. عايزة اقول لك ان respectful دي adjective صح؟ ودي noun حلو؟ يبقى احنا عايزين هنا adjective. هنا safe دي adjective بمعنى آمن. safely دي adverb بمعنى بطريقة آمنة. safety دي noun بمعنى آمن. safe دي verb بمعنى يحفظ أو يحافظ على. يبقى احنا هنختار كلمة safe. اوعى تغلط في النقطة دي عشان لو جات لك في الامتحان تكون عارفها. في 24 all Egyptians should visit the Grand Egyptian Museum to learn about the wisdom of our historians, grandchildren, ancestors ولا الجس. طبعا منطقي هتكون ancestors اللي هم الأسلاف أو الأجداد. تمام. number 25 when we visit a museum we have to not monuments we have to respect ولا ignore damage ولا touch. طبعا respect احنا نحترم الآثار. visiting the civilization museum give me the chance to not the greatness of Egypt with my eyes. أعطاني الفرصة إن أنا أشوف وأشاهد أو أشهد على عظمة مصر بعناية. يبقى كلمة ايه witness يعني يشهد. 27 something which is extremely beautiful حاجة كده جميلة جدا is ordinary magnificent breathtaking dull. طبعا breathtaking اللي هو يأخذ الأنفاس. في 28 the Grand Egyptian Museum is a of national pride. بيكون ايه؟ بيكون simple يعني رمز simple. number 29 our archaeologists work very hard. علماء الآثار بتوعنا بيشتغلوا جامد جدا to نقط our ancient artifacts. our ancient artifacts اللي هو to restore, destroy, ignore, hide. طبعا restore إنهم يستعيدوا الأعمال الفنية. في 30
The word magnificent اللي هو رائع is synonym of يعني مرادف ليه dull, ugly, prosaic, respectful. طبعا للمرة الثالثة breathtaking. كلمة مهمة جدا زي ما قلت لك احفظها. خلصنا شوية اختيارات حلوين. نيجي بقى على number 1. It's necessary for taxi drivers to hold valid driving license. يعني ايه يا مس؟ It's necessary for يعني من ضروري ليه. taxi drivers اللي هو سواقين التاكسي. hold يعني يحملوا ايه؟ valid يعني ساري. driving license يعني رخصة قيادة ساري. رخصة ايه؟ رخصة قيادة ساري. قال لك استخدم must. بمنتهى البساطة هشيل it's necessary for وأقف عند taxi drivers وأبدأ بيها الجملة وأقول taxi drivers وأجيب must اللي هو جايبها لي هيجي وراها المصدر اللي هو hold. تمام، شوف الترتيب عشان ما تنساش وأكمل جملتي عادي. valid driving إيه license اللي هو رخصة القيادة. تمام، نيجي على number 2 هعملها بلون تاني. number 2 students mustn't eat in the school library. ممنوعين انهم ياكلوا في مكتبة المدرسة. قال لك allowed. حلو كده، يعني غير مسموح ليهم. يبقى هنقول students الطلاب. دي لها اجابتين على فكرة. students مالهم aren't allowed to فين الفعل الاساسي eat in the school library. حلو كده. طيب الإجابة التانية يا مس، دي أول حاجة. الإجابة التانية ممكن تكون إيه؟ في الإجابة التانية نقول it's not allowed. ممكن دي صح وممكن دي صح. it's not allowed يعني غير مسموح for مين بقى؟ students غير مسموح للطلاب to eat in the school library. طيب نيجي بقى على اللي بعد كده في number 3. Number 3, it's important to wake up early to catch the school bus. من المهم جدا انك تصحى بدري علشان تلحق الاتوبيس بتاع المدرسة. قال لك should هنشيل ايه؟ it's important to وقف عند المصدر واقول you. منتهى البساطة سهلة جدا. should واجيب wake up ده مصدر الفعل early واكمل جملتي عادي جدا to catch the school bus عشان تلحق اتوبيس المدرسة. في نمبر 4 بيقولك ايه؟ It's not necessary for her to come early next Saturday. مش ضروري لها انها تيجي ايه؟ بدري في الساتردي. قالك استخدم have to. هشيل ايه؟ هشيل it is necessary for وخلي بالك بقى من كلمة here دي. هي جاية here هنا ضمير مفعول عشان في هنا ايه preposition. لكن انا هبدأ بها الجملة. هبدأ بهير ولا هبدأ بشي؟ هبدأ بشي. خلي بالك من النقطة دي. يبقى نقوله ايه؟ she ده الفاعل. she مالها. بص بقى يا سيدي هينفع have؟ لا طبعا. طب هو عايز have يا مس. هقول لك ليه. لان بيقول لك it's not necessary يبقى احنا هنستخدمها منفية. يبقى منفية هنقول doesn't. she doesn't have الكلمة اللي هو عايزها. فين الفعل في المصدر؟ she doesn't have to come وأكمل جملتي عادي early next Saturday. حلو كده، الموضوع سهل جدا. نيجي على number 5. في number 5 if I were you أنا لو مكانك I'd make a study plan. هعمل خطة دراسة. قال لك استخدم should. دي طبعا الحالة التانية من قاعدة if وبستخدمها في النصيحة. بستخدمها في ايه يا ماس؟ في النصيحة. هعمل ايه بقى؟ استخدم should. دي طريقة تانية او structure تاني. هروح شايلة if I were you I'd وقف عند مصدر الفعل واروح جايبة you اهو وحاطة should. you should في المصدر الفعل اللي هو make. you should make a study plan. You should make a study ايه؟ Number 6. It's obligatory for students to wear their school uniform. obligatory يعني من الإجباري أو من الضروري جدا للطلاب إنهم يلبسوا اليونيفورم. وقال لك have to. هشيل it's obligatory for وهقف عند students عشان هبدأ بيها ونقول students have to. فين مصدر الفعل يا مس؟ where. وأكمل الجملة عادي. أيوة أكملها عادي. their school إيه؟ school uniform. تعالى بقى في number 7.
في number 7 يا شباب بيقول لك smoking isn't allowed in hospitals. التدخين مش مسموح ليه في المستشفيات، فقال لك استخدم mustn't. سهلة جدا، وأقول you، هشيل بقى isn't allowed، وأقول you mustn't. you إيه؟ you mustn't في الفعل الأساسي اللي هو كلمة smoke. جبتها منين؟ من smoking. you mustn't smoke in hospitals، في المستشفيات. Number 8 it's important to organize your time wisely. من المهم ان انت تنظم. organize يعني ايه؟ ينظم your time wisely. وقالك استخدم should. هشيل it's important to وهقف عند الفعل في المصدر واقول you should. you should organize. انت لازم ايه؟ تنظم your time wisely. بإيه؟ بحرص. نيجي بقى على number 9. بيقول لك my advice is to have a study timetable. نصيحتي بقى ان انت يكون عندك time table. فقال لك استخدم should، يبقى هنشيل my advice is to وهاف عند مصدر الفعل اللي هو ايه؟ have، واقول you should have a study timetable. timetable. تمام. number 10. في number 10 بيقول you aren't allowed to talk while the teacher is working class. مش مسموح لك ان انت تتكلم لما المدرس بيكون بيشتغل في الفصل، وقال لك mustn't. يبقى you aren't allowed to وقف عند مصدر الفعل هو talk واقول you mustn't. انت لا يجب او انت ممنوع mustn't وفعل الأساسي في المصدر talk وأكمل while the teacher is working in class. Number 11 قال لك استخدم have to. It's very important to wear your school uniform every day. من المهم جدا ان انت تلبس اليونيفورم بتاعك كل يوم، فقال لك استخدم have to. فقال لك ايه؟ هشيل it is very important to وهقف عند المصدر اللي هو wear واقول you have to. you have to في المصدر الفعل wear your school uniform every day. سهلة جدا الموضوع ده. نيجي على 12. I advise you not to talk loudly during class time. بنصحك ان انت ما تتكلمش بصوت عالي اثناء وقت الدراسة او في الفصل. قال لك shouldn't، يبقى I advise you not to وهقف واقول you shouldn't talk loudly during class time. حلو كده. نيجي على 13. I think museums are very important. أعتقد إن المتاحف بتكون مهمة جدا. عايزة أستخدم in my opinion يعني في رأيي. هشيل I think. تمام، وأقول in my. دي كلها حاجات بتعبر عن الرأي. in my opinion في رأيي that أو كما وأبدأ ب museum are very إيه important. موضوع سهل جدا. في 14. his heart is full of kindness. قلبه مليان بالطيبة. قال لك استخدم kind. هو قلبه مليان بالطيبة يعني هو راجل kind. هنقول بمنتهى البساطة he is a kind person. a kind person يعني راجل ايه طيب. فقال لك number 15. I am very proud of our great history. أنا فخور جدا بالhistory. قال لك خلي بالك proud of دي صفة وpride دي noun. تمام. سهل جدا. هقول أنا أمتلك فخر يبقى نقوله إيه؟ I have pride in my great history. ممكن أعمل إجابة تانية، هعملها بلون تاني وأقول It's my pride to have. It's my pride to have a great history. من الفخر إن أنا إيه؟ إن يكون عندي تاريخ عظيم. تمام. اللي بعد كده number 16.
My friend suggested visiting the Alexandria Library. قال لك استخدم advised. عايز بقى أشيل suggest نقول إيه؟ My friend advised me. advised إيه؟ me نصحني to visit عشان هي هتاخد حرف الجر إيه؟ to visit إيه بقى؟ the Alexandria Library. سهل جدا الموضوع ده. خلصنا rewrite. ندخل بقى على read and correct the words between brackets. يلا بينا. number 1 بيقول لك you أنت نقط should talk loudly during a classroom. طبعا هتكون shouldn't. احنا كده تقريبا حفظنا القواعد وحفظنا الكلمات بتاعت unit 7. it's necessary for taxi drivers ها necessary for to ايه ها to hold. it's necessary كذا to hold. students aren't ايه allowed to eat in the school library. she doesn't ايه doesn't have to. خلي بالك ادي doesn't او don't الاتنين لازم يجي وراهم have to. تمام. طيب عندك you نقط must smoke in hospital is forbidden. طبعا mustn't. سهلة. 6 we should to organize. طبعا should مش بيجي وراها حرف جر to يبقى should بس should organize. 7 students have to بيجي وراها الفعل في المصدر مش هينفع ما يجي ing to wear. تمام. the school uniform. number 8 you mustn't respect the you mustn't طبعا respect لا you must انت لازم أو يجب عليك to respect the monuments when you visit a museum. I advise you not to cloudy during class time. يبقى not I advise you not وبتاخد حرف جر to وبعدين كلمة talk اللي هو الفعل في المصدر. they mustn't to لا طبعا touch the artifacts in museum يبقى ما تاخدش حرف الجر ايه to بيجي وراها المصدر بس من غير ايه من غير to. حلو كده. نيجي على البوكس. بيقول لك هنا ايه people all over the world watch the amazing pharaoh's golden parade on television or online. الناس كلها حوالين العالم شاهدوا الموكب الذهبي للفراعنة على التلفزيون أو أونلاين. The parade was not just a نقط it was a message to the world. مش بس ايه مش بس ايه احتفالية. يبقى احنا هناخد كلمة ceremony. it's not just a ceremony مش بس احتفالية. it was a message to the world. Egypt has its history. إن مصر preserved its history على التاريخ with بإيه بكل فخر with pride. تمام. Egypt will continue protecting its إنها تحمي إيه بقى تحمي its إيه heritage إنها تحمي التراث بتاعها heritage يعني تراث for future generations. سهلة جدا. ندخل على بعد كده. explore displays tradition workshops import. مش هقول على المعاني علشان اديك فرصة ان انت تختار معايا ويلا بينا. what makes it grand what makes it the what makes the Grand Egyptian Museum special اللي بيخلي المتحف المصري الكبير بيكون خاص او شكله مميز is it's a blend يعني ان هو خليط من blend of نقط and technology. خليط من الايه من التراديشن والتكنولوجيا التقاليد التراديشن من التقاليد والتكنولوجيا. interactive هنا يعني تفاعلي. interactive نقط 3D models and digital guides allow visitors to interactive بقى workshops ورش العمل 3D models and digital guides allow visitors to نقط ancient Egypt to explore إن هم يسمحوا للناس إن هم يستكشفوا التراث المصري أو يشوفوا مصر قديمة in different ways. تمام. The GEM also includes spaces for ليه أماكن ليه for displays للعروض. في أماكن مخصصة للعروض والأحداث أحداث ثقافية. تمام. ندخل بقى اللي بعد كده masterpiece rich breathtaking live و lively. last week في الأسبوع اللي فات I watched the opening of GEM. شاهدت بقى افتتاح GEM. it was a not event هتكون طبعا a breathtaking event يعني مذهل
breathtaking من الكلمات المهمة يا جماعة اللي ممكن تدخل امتحان تلاقيها. breathtaking event I watched it not on TV. I watched it live on TV يعني معروض على الهوا. The whole event looked like a masterpiece. كان حاجة كده لا تتكرر. masterpiece. تمام. We through such events Egypt shows the world how great the pharaohs were and how not our history is, how rich our history is. التاريخ المصري. تمام. number 4 بيقول لك ايه؟ witness amazing powerful historians. مش هترجم لك الكلمات عشان تشوف هتحل معايا ازاي. بيقول لك we are going to visit the Grand Egyptian Museum. احنا هنزور المتحف المصري الكبير next week. I am sure we will see not artifacts. انا متأكد ان انا هشوف قطع فنية ايه؟ amazing. We will not the beauty of our beloved country. We will witness إن إحنا هنشهد الحبيبة through the eyes of history من خلال أعين السياح. Guide المرشدين السياحيين and not help the visitors learn about our great history. بيساعدوهم طبعا معاهم المين الهيستوريانز المؤرخين historians المؤرخين والمرشدين السياحيين بيساعدوا الزائرين أو الزوار أو السياح على معرفة إنهم يتعلموا أكتر عن تاريخنا العظيم. على ندخل بقى number 5 يقول لك respect, preserve, proud, wisdom, pride. يلا بينا. Visiting the Grand Egyptian Museum is a breathtaking experience. هي تجربة مذهلة جدا that fills every Egyptian with إنها بتخلي كل مصري مليان بالإيه؟ بالpride الفخر. When you go لما تروح هناك you must follow the rules to help not our heritage. to help preserve إن القواعد اللي تخليك preserve إن أنت تحمي our heritage. You must respect لازم تحترم the monuments and speak quietly وتتكلم بهدوء. A good visit shows the الزيارة الجيدة shows the not of our ancestors. احنا خدنا دي خدنا pride. احنا عايزين بقى كلمة ايه؟ respect اللي هو الاحترام the respect of our ancestor and keep their history alive وبنخلي التاريخ على قيد الحياة. يلا بينا نشوف الديالوج بيقول ايه. بيقول لك هنا هاني and فادي are talking about online games. هاني وفادي بيتكلموا على جيمز اونلاين لعبة جيمز اونلاين. فهنا بيقول لك هاني بيقول ايه what are you doing فادي انت بتعمل ايه يا فادي؟ ففادي قال له I am doing my note I always do it after school my homework. انا بعمل الايه الواجب بتاعي. طيب فهاني قال له me too after I finish my homework I usually play online games. بعد ما بخلص الواجب بلعب دايما ألعاب على النت. Do you enjoy playing؟ وراح سأله سؤال do you enjoy playing كذا هل أنت بتستمتع بلعب الكذا؟ قال له yes I love them I always use my smartphone to play games online. يبقى هنا بيقول له إيه do you enjoy playing video games online؟ انت كمان بتستمتع بلعب الالعاب على النت؟ قال له ايوه انا بستمتع بلعب الالعاب ودايما بستخدم السمارت فون بتاعي في اللعب. فهاني قال له who do you play with انت بتلعب مع مين؟ فقال له I play with my cousin بلعب مع ابن عمي. فهاني قال له how much نقط do you spend playing online games يعني how much time ما كمية الوقت اللي انت بتستخدمه في لعب الايه الجيمز. قال له I spend around نقط انا مش هجاوب غير لما اشوف اللي تحتها only an hour. يبقى قال له I spend around an hour حوالي ساعة. تمام. فقال له ساعة واحدة بس. I sometimes play for 3 hours أنا أحيانا بلعب لمدة 3 ساعات. ففادي قال له You shouldn't spend too much time playing games. مش لازم أو نصيحة إن هو ما يلعبش كتير أو يستخدم وقت كتير في لعب الإيه الجيمز. قال له you're right أنت على حق. وبكده يا شباب خلصنا مراجعة يونت 7 كلها الجرامر والكلمات بمنتهى السهولة. بعد ما تخلص السيشن بتاعت النهاردة أكيد أنت افتكرت كل كلمات الوحدة والجرامر كمان كل تريكات وحلينا
كل جزئية وكل تفصيلة موجودة في الunit. انتظرني إن شاء الله في الفيديو الجاي في unit number 8 بنفس الطريقة وبنفس التكنيك. ولو لسه ما عملتش share أو like أو subscribe اعمل ده عشان يوصلك المزيد وغيرك يستفيد. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.